اكتر فصل بحبه واكتر برضو من نزهة من محل اسمه هو طالع مختلف عن كل الفترة دي. ماشية انضف الاول كل حاجة اعمل، فانتي السجاد محدش بيرتبه غيري والله. وبدأت ان انا افردها، كنت جايباها من ايكيا. دول قلت هعمل شاورما لحمين وكمان. ويا صباح الخير عليكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير دايما، طمنوني عليكم. وعايزه اقول لكم بقى كل ما الجو كده بيبتدي يبرد كل ما انا يا جماعه هنزل لكم فيديوهات اكتر ان شاء الله، لان انا نفسيتي بتتحسن مع دخول الشتاء. والله اكتر فصل بحبه واكتر اجواء بحبها، والفايبس كلها بتاعتها تحفه. يعني تخيلوا بقى الهوت شوكليت والوصفات والمخبوزات بالليل يا جماعه. المهم ان انا عملت دلوقتي اسرع شاي كرك. اول ما صحيت كده عملت لي شاي كرك، حبهان وقرنفل وفلفل اسود، وحطيت بقى الكوستر كده وقعدت استمتع بالشاي الكرك واتكلمت معاكم كلمتين. يا صباح الخير عليكم يا حلوين، وحشتوني. مين هنا غير الديكور مرة الألف في الشهر الواحد يا جماعة؟ والله أنا بحاول أشجع بس نفسي، فغيرت كده الأماكن وقلت لا خلاص أنا استقريت كده، أنا كده تمام، أنا كده مبسوطة. بس عارفين انتوا لما تحبوا ان انتوا تعملوا تنظيفات عميقة فتشجعوا نفسكم بحاجة؟ انا بقى بشجع نفسي ان انا اغير شوية من الديكور واحس كده ان انا في حاجات جددت في المكان رغم ان انا ما جبتش اي حاجة جديدة. المهم عملت اسرع شاي كرك في الحياة يا جماعة، خطير. انتوا سألتوني كتير على الاسعار والاماكن بتاعة المشتريات بتاعة النصح. اوكي، فاخر الفلوج ده هكون منزله لكم كل التفاصيل، الاماكن والاسعار وكل حاجة. انا صورت لكم اصلا الفيديو ده وهسيبه بس في اخر الفلوج بعد ما نكون خلصنا وقضينا يومنا مع بعضينا. بس كده. المهم طمنوني عليكم، وحشتوني كتير كتير. بصوا جبت هنا الكرسيين وحطيت الكنبه الاموره هنا، وحطيت بقى بصوا فرشتها كده. انا هقول لكم ايه السبب. انا هنا الكنبه الظهر بتاعها مفتوح خلاص، اوكي، فحطيت بقى المفرش كده وفردته كده براحتي. حسيت ان هو مكانها هنا لذيذ، وجبت الكنبه دي هنا بس. حسيت كده ان انا يعني مبسوطه اكتر يعني. المهم هنقضي بقى يوم مع بعضينا كده لذيذ وحلو وجميل ومبسوطه يا جماعه بكومنتاتكم. استنوا بقى عشان اشكركم على الكومنتات الخطيره. شكرا بجد ليكوا، كل حد قال لي كلمه حلوه يعني. شكرا قد ايه كومنتاتكم. اولا بتفرحني جدا، وبحس ان انا ليا اصحاب في اماكن كتير، يعني دي حاجه انا بحبها قوي، انا شخصيه اجتماعيه. وتاني حاجه انا بعرف من كومنتاتكم انتوا محتاجين ايه. يعني انا بعرف مثلا انتوا عايزين تعرفوا الاسعار، اللي عايز يعرف الاماكن، اللي عايز مش عارفه ايه. انا بعرف يعني كومنتاتكم هي اللي بتقولي انتوا محتاجين ايه، وعلى هذا الاساس بزود ده من محتوى الفيديو يعني. المهم هشرب الشاي الكرك. طبعا اكيد مش هشربه بالمشبك، هشيل المشبك ده واشربه، وهنقضي بقى يومنا مع بعضينا كده. ولو انتي وصلتي لحد هذه اللحظة في الفيديو انتي كده واحدة من العيلة، خلاص انتي دخلتي حبيبتي القناة ومحدش سامع عليكي. المهم متنسيش ان انتي تعملي لايك وفولو وكومنت تقولي لي رايك ايه في الفلوجات الحلوه والدلع اللي انا بدلعه لكم. ولو انتي بقى مهتمه بالديكورات والوصفات والشوبينج بالذات والفترة اللي جاية يا جماعة، انا عايزة اعمل بلان لنفسي، استغل الوقت واعمل حاجات كتير. فالفترة اللي جاية تفريزات بقى كتير وتريكات كده كتير عشان يومنا يخلص بسلام وامان، وما نهلكش نفسنا ولا جسمنا ولا صحتنا يا جماعه. والله صحتنا محتاجانا. فبقى لو انتي مهتمه بكل ده ما تنسيش ان انتي تشتركي في القناه عشان انتي خلاص كده بقيتي واحده من العيله. المهم كنت رايحه اشغل البخور وافتكرت ان انا اقول لكم، لان غالبا ما قلت لكوش على البخور ده. كنت جايباه برضو من نزهه من محل اسمه بابا المجال، فاتح جديد في النزهه، حلو قوي. هتلاقوه في شارع طه حسين الرئيسي.
بصوا بابا المجال الحلو اللي عنده ان هو عنده اقسام، فكان في قسم فيه طرح وحاطين جزء للبخور. بصراحة انا قلت ان انا هجرب حاجة واحدة بس من عندهم، لو عجبني هروح اشتري بقى، خلاص بقى ده مكاني بقى خلاص، لان انا بعشق البخور. فبصراحة جربته وطلع يا جماعة خطير، وسعره كان 150. يعني البار ده بصوا صغنطط كده، ومش يعني انت بتاخدي منه حاجة بسيطة، هو صغير بس انت بتاخدي منه حاجة بسيطة. عجبني. وكان عندهم بخور تاني اسمه بخور عمان، فبرضو ان شاء الله طالما ده عجبني هروح اجيب بخور عمان، وهشوف الانواع التانية اللي عندهم الاكبر من دي، لاني خلاص فعلا وثقت ان هما بيجيبوا حاجات كويسه. بس فقبل ما اشغل البخور كده افتكرت ان انا اقول لكم الموضوع ده. ريحته يا جماعه البخور ده برضو تحفه تحفه. انا بحط مع البخور لبان، بيدي ريحة رهيبة. جربوا اللبان مع البخور ده. مش عارفة، حاسة ان انا عايزة اعمل لكم كده من ضمن الفيديوهات الجاية ان شاء الله طريقتي في البخور. اوقات بستخدم كذا نوع بخور على بعض، فاقول لكم ايه الميكسات الحلوة مع بعض، مع طبعا اللبان ده معانا اوكي. وفي لبان اصلا مخصص للبخور. فعايزه اتكلم معاكم بجد في الموضوع ده، عشان هتحسوا ان ريحه البيت فرقت كتير واختلفت. وانا من الناس اللي بتحب ان بيتها يكون مميز، يعني بستايله بالريحه بتاعته. اول ما تدخلي كده ما تنسيش البيت اللي انت دخلتيه. المهم بقى يا جماعه اني دخلت اعمل لي فطار رايق كده، والتوست ده انا عملته في البيت. بصوا هو طالع مختلف عن كل مره، عشان استخدمت ميكس. كان الدقيق اللي هو الضحى كان خلص، فاستخدمت معاه دقيق مخبوزات. بصراحه التوست ما ينفعش معاه ابدا دقيق مخبوزات، مش حلو ابدا. المهم حطيت بقى معاه بطاطس، وعملت ساندوتش جبنه، وعملت ايس كوفي كده على السريع. وبصراحة المضرب بتاع ايكيا طلع تحفة. حاولت بس كده اعمل لي اجواء لذيذة كده على الصبح، عشان الفترة دي ماشية على رتم ان انا مستهلكش طاقتي اول ما اصحى، يعني ابتدي اعمل كل حاجة بهدوء. ودي عادة بجد يعني مش سهلة. اول ما بصحى كنت مثلا انضف الاول كل حاجة، اعمل لا خالص، انا ماشية الدنيا ببطء خالص وبتنفس. وفكروا نفسكم في الحتة دي، لان علميا لو انتي مركزة في حاجة فانتي بتقطعي نفس للحظات. فخلي بالك وانتي مركزة في حاجة تفكري نفسك ان انتي تتنفسي. المهم بعد بقى ما رتبت الدنيا وعملت الفطار، دخلت بقى على السجاد. انا معرفش ليه بوكس السجاد محدش بيرتبه غيري والله. المهم رتبته وحطيت عليه عود موت من لطافة ريحته خطيرة، وجبت البخور وعملته زي كور كده صغيرة وحطيته عشان يدي ريحة حلوة للسجاد ولأي حد رايح يصلي. وكنت بحكي لكم على البودي سبلاش ده تحفة، بحطه وانا رايحة اصلي، ريحته عود خطيرة. وكمان بحب احط مع العود المعطر ده ريحته ريحة نظافة، فريحة النظافة مع ريحة العود يعني مش قادرة اقول لكم تحفة. وبحب احطه طبعا على المفروشات والسجاد والستاير. والمنظمات دي كنت غسلاها وبدأت ان انا افردها، كنت جايباها من ايكيا. يا جماعة انا بعشق ايكيا وبعشق منتجات ايكيا، وعندي اوضة كده مجهزاها كلها من ايكيا، وندمانة ان البيت كله ما عملتش فيه كده، لان كانوا بيقولوا ان الفرش بتاعه مش حلو. بس لا يا جماعة والله حاجته خطيرة، وفعلا تستاهل اي فلوس ممكن تدفع فيها. يعني شوف المنظم ده عندي بقاله مثلا 3 سنين ولسه زي ما هو، كأني لسه جايباه جديد. فريكومندد ليكوا قوي ان انتوا تجيبوا المنظمات من عندهم. المهم بقى انتوا عارفين ان انا الغدا والتفريزات وجهين لعملة واحدة عندي. يعني الوقت اللي انا بدخل اعمل فيه الاكل هو الوقت ده مثلا اللي بكون لو لسه جايبه لحوم او فراخ او سمك، بروح مقسماهم وبعمل تفريزات سريعه، لا بتبل ولا اي حاجه، بس التقطيعه بتقول انا هعمل بالحاجه دي ايه. يعني عملت مثلا شويه قلت دول اسيبهم للشوربه مثلا وطبيخ وكده، وشويه اخليهم مثلا لورقه لحمه، ودول قلت هعمل شاورما لحمه. عارفين اللي هو انتوا قسمتوا الدنيا، عملتوا تفريزات سريعه، فضل التوابل، فانا ما حطيتش بس التوابل مش اكتر. المهم
بدأت بقى اعمل الشاورما، واعتمدوا يا جماعة الطريقة دي. اول حاجة بنزل بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم على معلقة زبدة وشوية زيت عشان الزبدة ما تتحرقش وتحسوا بطعم الزبدة. وبعد كده نزلت اللحمة، وانا اصلا كنت حاطه لها تتبيله معاكم، فلفل اسود وملح وبصل باودر وتوم باودر وزنجبيل وجوز الطيب لو حابين، وكمان حبهان وقرنفل ورشه قرفه كده بتدي طعم وريحه حلو. وبعد ما بتخلص بروح حاطه عليها الطحينه دي اخر حاجه، يعني هنا لسه بتستوي مش بحطها عليها. وعملت جنبها رز ابيض كده بالزبده، كانت الريحه والطعم خطير. وطبعا شربت صودا بعد الاكله دي، وخلاص يا جماعه النوع ده بقى بالنسبه لي ادمان. خليني ابتدلكوا بالمفروشات. البلانكت ده كنت جايباه من بابا المجال، كان ب 350. والبامبكين دي مجموعه، يعني ادي واحده وفي 2 3، التلاتة دول كانوا برضو 300 او 350 انا مش متذكرة يعني. وبرضو المفرش كان نفس السعر يا 300 350. حلو. انا دفعت اللي انا فاكراه ان انا دفعت هناك على التلاتة دول 1000 جنيه. اوكي. وكان حلو قوي، وجبت منه البخور اللي وريته لكم في اول الفيديو. الشمع بقى ولفه الزرع دي، وعايزه اقول لكم لفه الزرع دي طويله قوي. هو محل جنب بابا المجال، انا بصراحه مش متذكره اسمه. كان حلو قوي، كانت الواحده كبيره ب80 والصغيره ب50 على ما اتذكر، واللفه دي كانت ب50. الورده اللي هي للنيو يير دي كانت برضو ب40 جنيه، يعني بجد اسعاره حلوه قوي. بس دي كده بالنسبه للحاجات اللي هنا. وبالنسبة الاباجورة والكتاب الديكور اللي هو موجود بره، كنت جايباه من محل انا مش فاكره اسم المحل قوي، بس كل اللي انا فاكراه ان هو محل انتيكات وحاطط بره زرع. المحل ده هتلاقوه بعد حجاج كده، بيبقى فيه مفترق كده طرق. هتلاقوا حتى هناك محل سمك او مطعم سمك هو جنبيه. فلو انتوا عارفين المكان ده، هو هتلاقوا عنده الديكور ده، وعنده فكرة اشكال كتيرة جدا، كل الاشكال الترند الشي ان اللي بنشوفها في اي فلوج او على النت، بجد هي موجودة هناك بسعر تحفة، اسعاره حلوة قوي. يعني دي كانت اغلى حاجة، كانت ب 350 والكتاب كان ب25. في اماكن تانية بتبيعه اغلى. البامبكين دي كنت جايباها من محل اسمه لو مارشي موجود في زهراء المعادي. وقدامه الناحية التانية التوربيني عنده جبت من عنده دي، كانت ب100 جنيه برضو، سعرها كان كويس. جبت دول، والمج اللي هو البامبكين ده من سنتر دبي. بجد المج كان سعره حلو قوي، كان سعره 80 جنيه. تمام. ودي كانت ب115 ودي 125 حاجه كده، اللي هو انا يعني مستغربه من الاسعار، رغم ان الماتيريال تحفه ما شاء الله والشكل حلو قوي. تمام. انا نسيت اقول لكم على سعر دي كنت جايباها من لو مارشي. دي كانت ب170 جنيه. شايفه ان سعرها غالي شويه، ما اكذبش عليكم. والمج ده كنت جايباه من محل جنب سنتر دبي، مش فاكره، بس هو بجد ما عندوش حاجه اكتر من المجات، هو غالبا محل مجات بس كان ب170. بالنسبه بقى للمساكه بتاعه الحاجات السخنه، هي ودي ومريالة المطبخ كنت جايباهم من محل اسمه بيت ورد. يا جماعه المحل ده خطير بجد، حلو جدا جدا جدا. بس فانا قلت لكم كل الحاجات اللي انا جبتها كده من النزهه، وقلت لكم المشتريات وقلت لكم الاماكن بس كده. ولو عندكم اي سؤال تاني ابعتولي، لان انا زي ما قلت لكم انا خلاص انا حافظه النزهه من كتر ما انا كنت بنزلها وقت تجهيزاتي، وبنزلها على طول. يعني الحمد لله بجد النزهه دي
خلاص انا حفظتها. لو في اي محل فتح جديد اكيد هعرف. وعايزه اعمل لكم بقى، من انتوا حبيتوا موضوع مشتريات النزهه، فانا عايزه اقول لكم ان كمان كنت جايبه اجهزه للسكين كير وقت الجواز، فعايزه اوريها لكم واقول لكم الاماكن برضو اللي تشتروا منها من هناك. لو انتوا مهتمين بالقصه دي اكتبوا لي في الكومنت، وهعمل لكم الفيديو الجاي ان شاء الله منتجات جبتها من النزهه ليها علاقه بالسكين كير. بجد هيخليكي ما تروحيش كتير قوي اي بيوتي سنتر، لان انتي عندك اوريدي منتجات هي عندهم، بس طبعا مصغره يعني، من اجهزه بخار، من اجهزه تنظيف وهكذا يعني. بس فاكتبوا لي في الكومنت لو انتم مهتمين.